بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوات حبايبي، يا رب تكونوا بصحة وسلامة يا رب العالمين. نازلة عايزة نجيب عباية، بس نازلة وسط البلد كده. تعالوا ناخدكم معايا جولة كده. يعني كل ما بنيجي مثلا نكمل فلوس يعني مدخرها على جنب كده، نقول نجيب عباية لنفسي ولا حاجة أو حاجة لعيالي. فتعالوا نروح نجيب عباية. تعالوا نوريكم كده عندنا أسيوط. روحت بقى البيت. ايه رأيكم في العباية ديت؟ بصوا سعرها حلو خالص. واسعة يعني كمرة بنحب الحاجة الواسعة. مش واسعة يعني للدرجة اللي هي. بصوا اللون ده لقيته حلو خالص، عجبني. حسيت اللون يعني ايه، لون جديد شوية كده. ده سعرها عامل 210. في كم رسمة منها، رسومات كتير جدا. يعني كنا بنحوش حاجة مثلا كده من مصروف البيت، نروح نجيب مثلا عباية. عيالي ناقص لهم حاجة نجيبها، بس يعني قلت نجيب عباية عشان التصوير معاكم والروتينات والكلام ده. بصوا سعرها حلو خالص وحاساها كده حلو. بصوا القماشة بتاعتها روعة، قماشتها اللي هي القطيفة الزبدة. والشغل بقى من هنا اهيت، شغلها من على الصدر. الكمام برضو سعرها مناسب جدا. فالواحد يفرح نفسه يعني بحاجة بسيطة كده يعني. دخلت بقى، كنت داخلة من بره، قلت نعمل ايه، طبق سلطة كده يعني اكلة ايه، تحابيشي كده. ف عايزه نقول لكم الحاجه بره بسم الله ما شاء الله حلوه. السوق مريح عامه، لو عايزه تشتري حاجه الكلام ده عامه الوقت ده السوق مريح. مع غلو الاسعار والكلام ده السوق مريح. تلاقي الاسعار يعني دي كانت ب 300، شايفاها على النت 300 320، فدي جبتها ب 210. تمام كده. عملت طبق بقى سلطه جبنه بسلطه يعني. قلت اكله بقى لسه هنطبخ وكده، لا خليها كده اكله بسرعه ايه، لان كنت بالليل. فعملت بقى جبنة على زيتون على خيار على طماطم. هنحط برضو زيت. بصت الطبق ده روعة. ومنسخن عيش، كنت جايبة فول اخضر، وكنت جايبة طعمية برضو، وفول برضو اللي هو العادي التاني. بص الطبق ده حلو خالص في وسط اي اكلة، مثلا مع فول مع طعمية. الزيتون برضو بنخليه عندي في البيت، ما بنقطعهوش لبيتزا، هنعمل برضو شكشوكة الكلام ده، فبتبقى حلو. وكنت عاملة كاستر قبل ما ننزل، بس جيت نصوره معاكم مش عارفة سبحان الله. كنت مفكرة فاتحة الكاميرا، انا كنت قافلة الكاميرا، فقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. ده كاستر كنت عاملاه، حاطه فيه موز وحاطه فيه فراوله. ان شاء الله نعمله معاكم في فيديوهات باذن الله. حلوه تحليه رمضان، حلوه يعني. هو وسط الفيديوهات اللي بتبقى فيها حاجة رمضان، اللهم بارك يا رب، كمروة بنحب الحلويات، بنحب الحاجات دي ننزلها فيه. تمام كده. فهنعمل بقى نقلي بيض. يعني كنت عامله طعميه، جايبه طعميه زي ما قلت لكم، عملت طبق سلطه فول. الاكل اللي بيبقى موجود الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا. مع غلو الحاجه لازم أن يكون في تنويع في الاكل. انا مش هنعمل كل يوم مثلا فراخ، مش هنعمل، لا لازم كله مرة كشري، مرة أكلة زي كده، مرة فراخ، مرة يعني اليوم يشيل يوم تاني. حطيت شيبسي برضو، حطيت جبنة، حطيت طعمية. كنت جايبة بقى معايا من بره. تمام. هنخلص بقى، وكنت راح عايزة ايه، نروح عند خالتي على السريع كده. كنت جايبة فلفل وكمون كزبرة، بس ما عنديش الكبة في البيت، فقلت ناكل لقمة بقى على السريع كده وننزل نروح عند خالتي نطحنهم عندها هناك.
كل ده ما خدش حاجه. وبعدين عارفه انت لما بتروحي وبتيجي بتاخدي طاقه ايجابيه. طول ما انت قاعده في البيت هتزهقي وهتلاقي نفسيتك زهجانه وحابسه نفسك. لا، روح عند امك، روح عند اختك، عند واحده صاحبتك، عند جارتك، يعني حابه بس تهوي نفسك فيهم. انا بلاقي نفسي والله ان انا هنحس زهجانه، لا بننزل نروح عند جوزي شويه، عند خالتي شويه، نروح نجيب حاجة في الشارع، نتمشى نجيب حاجة برضو، عشان الواحد ما يحسش ان هو مضغوط ونقعد نفكر. لا، التفكير مش مستاهل الواحد يفكر. الواحد يقول يا رب، هو يا رب اللي عند ربنا سبحانه وتعالى اللي عنده التدبير كله. بس فخلصت بقى، وكنت حطيت لقمة كده ايه على السريع، كلت انا وعيالي ونزلت بقى رحت عند خالتي. بصوا بنجيب اللي هو الكمون والفلفل والحاجات دي نطحنها عشان بننجيها في البيت. لكن لو هنجيبها جاهزة، اذا هنجيبها جاهزة بنلاقيها بيبقى كلها كده جش وكلها عفرة والكلام ده، فبنجيبها ننجيها في البيت. ونيجي ايه، كنت هنا الصينية مش واخدة، بس طلعت الجبنة دي كانت عندي في التلاجة، الجبنة دي والطماطم كان عندي في التلاجة، فطلعت بقى ايه جبنة بسلطة والكلام ده وفرشت وكلنا بره. جبت بصوا بقى، جبت فلفل. تمام، الفلفل ده كله يعني كله بنطحنه في الخلاط او بنطحنه في الخلاط، احنا بنقول لازم نطحنه ونقول نطحنه. الاتنين ماشية يعني. بص بتوفر معاك ياما. برضو من نجيه، جبت كم مرة كده ايه ده، نلاقي فيه كده زي طوب، نلاقي فيه زي حسو. لا، حاجة البيت برضو لا يعلى عليه. وانت يعني اذا داخله لحد هنا كده قولي له مروه رقم واحد كده عشان تشجعني بالفيديو بتاعي ولا ايه. ربنا يسعدكم يا رب، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده بعود الايام عليكم وعلينا وعلى حبايبكم يا رب، اللهم امين. ان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله كده نديكم طاقه رمضان، باذن الله نديكم الطاقه الايجابيه كده باذن الله رمضان ان شاء الله رب العالمين. عايزه كل اخت بقى كده تدعم لي عشان تساعدوني ان انا اصور فيديوهات كل يوم. اللايك، الكومنت، كتر الف خيرك، سمعت لي الاعلانات هتفرق طبعا معايا، وشيرت لي فيديوهاتي. ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم، يسعدكم يا رب، اللهم امين. وكل واحده يا رب عندها كرب ربنا سبحانه وتعالى يجعلها باذن الله دخلت رمضان عليك دخله مباركه يا رب، يا رب. لكل اخت عندها كرب يا رب يا كريم. كده بقى ايه عملته، يعني متكيه على الكب عشان خالتي الزراير عندها بايظه بتاعه الخلاط، بنحط بس الفيش. تمام كده. كنت جايبه بقى ايه فلفل، وكنت جايبه كزبره وكمون. بس في طريقه تانية نعملها روعه ان شاء الله، بس هنشتري كبه كده ونوريكم نعملها ازاي عندي، عشان تخلي ريحته حلو، تخلي طعمه حلو في الاكل، يبقى طعمه روعه. في طريقه بنعملها حلوه خالص ان شاء الله نعملها لكم فيديوهات. عبيتهم في اكياس تاني عشان اخدهم نفضيهم عندي. يعني انا كده رحت عند خالتي، اعوذ بالله من كلمه، انا طحنتهم عندي. كزبره، مش عارفه يعني، ربنا يسامح كل انسان يا رب، يعني مش عارفه نقول لكم ايه حقيقي. الكزبره نيجي ننجيها يا ابويا على الحسو، ايه ده حسو وتراب نغربلها برضو، نمسكها ننجيها، لا برضو فيها قعدت تغلبتني. فتخيلي بقى ده ما بتجيبيها جاهزة على بعضها، بيبقوا طحنينها كلها على بعض. فحاجة البيت لا يعلى عليها، توفير، نظافة، حاجتك عاملاها في بيتك، عارفة انت عاملة ايه، فكل ده طبعا بتفرق. فانت بس اللي ربنا يقدرك اجتهدي في بيتك وفكري وشوفي هتعملي ايه مع غلو الاسعار ده. انت كست في البيت تبقى عارفة ان ده هنعمل فيه ايه، ده هنجيب ايه، ورقة وقلم وظبطي ميزانية بيتك. عارفه انت مشي ميزانيه البيت، يوم مثلا هنعمل فول، يوم هنعمل عدس، يوم هنعمل بصاره، يوم نعمل فراخ مثلا مع اكله حلوه، يوم مثلا نعمل لحمه، يوم نعمل يعني انت بميزانيه بيتك على حسب الفلوس اللي بتمسكيها في ايديكي، ومشي بيتك صح، وما تشتريش اي حاجه من بره. اعملي في البيت عندك مخللات، اعملي مثلا حاجات زي كده، يعني مثلا توابل، اخترعي حاجات طول ما انت واقفه هتلاقي البيت مليان بالخير ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. وبأقل حاجة، مش كميات كبيرة، لا بأقل حاجة. بس انت والله شغلي دماغك بالطاقة الإيجابية. اي حد يديك طاقه سلبيه ابعدي عشان دماغك ما يوقفش، بمعنى اصح ان انت واقفه على رتم معين. جت صاحبتي جت لي فلانه بتقول عليكي، جت سلفتي جت لي فلانه بتقول عليك، جت عمتي، جت خالتي، جت ست، اي حد عندك، اي حد هيقول لك فلانه قالت عليكي، ابعدي عن المشاكل. واللي قال الله يسامحه، والله العظيم نصيحه لكل اخت. معظم اخواتي بيكلموني او بعض اخوات عندي في القناه، مروه في كذا وفي كذا وفي كذا. بصي هتشيلي ذنب وهتشيلي من الانسان اللي قدامك، لا مش مستاهله والله.
خلي اللي يقول يقول، وخلي اللي يعيد يعيد. انت طول ما انت ماشيه بنيه صافيه ربنا معاكي باذن الله. فيديوهات جديده نسيبكم في رعايه الله.